كاس هي 4-4-2 يلعبها ضد المنتخب الاولمبي. يعني ولكن قد اسمح لي قد يكون فيه بعض المعاينين من منتخب طوغو في الملعب يقدر يرسل يستطيع ان يكون كل شيء. اسمع، المعلومه جد مهمه بالنسبه لفريق ما. لو تعرف اللاعب اين تعرفوا اراغونيس حسين مدرب الراحل للمنتخب الاسباني فاز معهم بكاس اوروبا 2008 كان يعلن عن التشكيله الاساسيه يوم قبل المباراه. يقول له ما هي التشكيله الاساسيه اللي راح تلعب غدا ان شاء الله. بيناتنا اعطيني التشكيله هذيك وانا نعلن لك عام قبل المباراه. عنده تشافي، انيستا، بوسكيتس، يعني الامور كانت دافيد فيا. اعطيني التشكيله هذيك والله غير من دوك نقول لك كيفاش راح نلعب كاس افريقيا ونقول لك كيفاش راح نديها ثاني. تسمع نعطي لك كاع المنافسين راح يكتشفوك يعني حتى لو اخفيت كل اوراقك لما تلعب المباراه الاولى او الثانيه. تصرف غريب محمد لانه شغل كان بكري هذه كانوا يديروا هذه العفسه زعما ما يلعبوا بعيدا عن الجمهور، لقاء مغلق امام الصحافه ما كاش. مي الان اصبحت كل الامور مكشوفه. حتى انت تيماجيني اونغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا الان ما على بالهمش كيفاش تلعب. انت يعرفوا كاع كيفاش تلعب ويعرفوا دايرين الاحتمالات كاع في غياب. عندهم محللين فيديو يتابعوا المنتخبات. يعرفوا المنتخب الوطني الجزائري جيدا. احنا ماشي منتخب مغمور محمد، احنا بطل افريقيا قبل نسخه فقط يعني. نسخه كنا بطل افريقيا، نسخه مرينا جانبا. الان مرت شحال 4 سنوات 5 سنوات فقط 5 سنوات فقط. قبل 5 سنوات وتقريبا عندنا الكثير من اللاعبين الذين توجوا بتلك البطوله ما زالوا في المنتخب الوطني الجزائري. الناس تعرفك محمد، ما تتخبى تلعب ومن حقه الناخب الوطني. باش ما يقولوش باللي راهم ينتقدوا خماناش ننتقدوا، نقولوا باللي من حقه شنو تبقى خيارات مدرب. ماشي امر ضروري انك تخفي اوراقك وتلعب دون صحافه ودون جمهور ودون وسائل الاعلام. والله يا امين، شوف الضغط اللي راهو فيه المنتخب الوطني الان ضغط رهيب محمد، لان الناخب الوطني يعي جيدا ما ينتظره محمد. علاش ضغط رهيب محمد؟ احنا شفت المدرب مرتاح امس في المؤتمر الصحفي. لا محمد، ما تشوفش بهذه النظره. المدرب يحاول ابعاد الضغط عن طبيعه الحال اللاعبين. قال باننا لسنا مرشحين لاننا اقصينا في النسخه الماضيه من الدور الاول وخرجنا، وقال باننا لم نتاهل الى نهائيات كاس العالم. اذا لسنا المنتخب المرشح، يعني اذا لم نفوز بكاس افريقيا لا احد سيلومنا، عكس النسخة الماضية. لما تقول لي النسخة الماضية دخلنا تحت الضغط لأننا كنا أبطال إفريقيا وكنا مطالبين بتقديم وجه يليق بالبطل ومطالبين بالفوز بالمباريات وكنا منتخب لم يخسر في 35 مباراة، هذه نقول لك كنا تحت الضغط. أما هذه النسخة لماذا نحن تحت الضغط؟ نحن أبطال إفريقيا؟ لا. نملك أقوى تشكيلة في إفريقيا؟ لا. مرشحين، المرشح الأول للفوز بكأس إفريقيا؟ لا. لماذا تدخل تحت الضغط؟ يديروا لك 1000 حساب محمد، حتى يعملوا لك حساب اوكي 1000 حساب، واحنا ماشيين باش نفوزوا بكاس افريقيا. ولكن امين ما نعملش ضغط اضافي على نفسي. انا عجبني جمال بالماضي لما قدم هذه التصريحات، قال لك لسنا مرشحين. المرشح مصر، تونس، ارمي الضغط على الاخرين، المغرب، نيجيريا، البلد المنظم. احنا لسنا مرشحين، لم نتأهل لكأس العالم وخرجنا من الدور الاول. لماذا تركزون علينا؟ لسنا مرشحين. هذه تصريحات ذكيه من الناخب الوطني. في 2019 كان صرح قال اننا سنذهب الى مصر لنيل الكأس. لم نقل باننا مرشحون، قال سنذهب من اجل التتويج. سنذهب من اجل التتويج هكذا. نعم محمد، في كأس افريقيا مثل هذه محمد راح يكون ضغط رهيب على المنتخب الوطني، لان محمد الإقصاء ضد الكاميرون في كأس العالم والإقصاء في الدور الأول راح يخلي الناخب الوطني ليس محل شك، لكن الكل ينتظره محمد. هذا شيء واقعي، هذا شيء ما تقدرش يعني تخفيه. حتى وين شفنا يعني سؤال الصحفي اللي تكلم معه، الرد تاع جمال بالماضي لم يعجبه السؤال محمد. قال لك انا ما تعرضت له طيلة. يعطيك الصحة محمد. هناك اشياء تدل على ان الضغط موجود في المنتخب الوطني محمد. حتى هذا الناخب الوطني محمد مدة 5 سنوات، احصائية تاعو هي اللي تتكلم عليه محمد. 5 سنوات او 6 سنوات لم ينهزم الا في 5 مقابلات. عنده يعني ثالث احسن مدرب في العالم. يعني عنده اشياء محمد اكتسبها طبعا. محمد سيدي شوز كي هادو الاحصائيات يا حسين. شوف انا ما الفائده كي ما تخسرش انت 35 مباراه ومن بعد تغادر الدور الاول لكاس افريقيا وتخرج من تصفيات كاس العالم. شوف يا حسين، باش نمدوا الحق وين يكون عنده حق، وين ما لم يفلح نقولوا لم يفلح، لم ينجح. الناخب الوطني
دار نقلة في المنتخب الوطني الجزائري. لماذا؟ لأنه قبله كان المنتخب الوطني الجزائري يمر في أزمة، نحبوا لا نكرهوا، أزمة أداء وأزمة نتائج. جاء هو مد الروح للاعبين، عاود رفع مستوى المنتخب الوطني الجزائري، لعبنا كأس إفريقيا في أعلى مستوى، ما نقولوش كنا برشلونة، ولكن لعبنا قدر إمكانياتنا، كنا نغلقوا، ننطلقوا في الهجمات المعاكسة السريعة، نسجلوا ونفوزوا بمباريات إلى غاية التتويج بكأس إفريقيا. بعدها وصلنا في المباريات الوديه في التصفيات، لحقنا الاوج العطاء تاعنا في مباراتي المكسيك وكولومبيا، خصوصا مباراه كولومبيا قدمنا مباراتين في اعلى مستوى، امام كولومبيا امام المكسيك كنا منقوسي العدد، وتعادلوا معنا بصعوبه المنتخب المكسيكي. مباراه وديه. بارك الله فيك. بعدها بدا يتراجع المنتخب الوطني الجزائري حسين، صح اننا كنا نفوز بالمباريات، ولكن خسرنا في كأس إفريقيا، خرجنا خروج مذل من الدور الأول، ما قدرناش نفوزوا لا على سيراليون لا على غينيا الاستوائية. كوت ديفوار معليش نقولوا منتخب كبير يقدر يفوز على المنتخب الوطني الجزائري، ولكن سيراليون وغينيا الاستوائية هذا غير مقبول. الأمر الثاني، خرجنا ثاني من تصفيات كأس العالم، وحتى في تصفيات كأس العالم قبل مباراة المنتخب الكاميرون المنتخب الوطني الجزائري لم يؤدي جيدا، صحيح كنا نفوز، ولكن امام بوركينا فاسو لو تذكرون كما يقولوا سرطنا عظمه مع بوركينا فاسو، ذهبا وايابا ولعبوا احسن منا بوركينا فاسو، فزنا عليهم بفارق الخبره، كانوا عندنا لاعبين ذو فرديات احسن من المنتخب البوركينابي، حسمنا ماشي فزنا عليهم، تعادلنا ذهابا وايابا. امام الكاميرون شفنا كيفاش فزنا في المباراه الاولى، خسرنا في المباراه الثانيه، لذلك ما لازمش دائما نقعدوا مغترين بالرقم القياسي ان 35 مباراه بسرعه، لانه الوقت الاشهار. لما قلت انا الضغط ليس الضغط انه يعني ما يقدرش يتكلم مع الصحافه او انه